هو ايه مصير مجموعة فاغنر بعد موت الاب الروحي ليها يفجيني بروجين؟ وايه حقيقة اللي حصل للطيارة اللي انفجرت وكان عليها طباخ الرئيس؟ تقريبا دول السؤالين الرئيسيين اللي بتحاول كل الصحف العالمية انها تجاوب عليهم من ساعة ما خبر انفجار الطيارة الخاصة ببروجين انتشر في كل وسائل الاعلام. ومع كل يوم جديد ومع كل طبعة جرايد بنلاقي تفاصيل جديدة بتتكشف والغاز حوالين اللي حصل. ولو حضرتك شفت التحقيقات والتحليلات اللي اتعملت على اغتيال الرئيس الامريكي جون كيندي كنت هتلاقي صور لاشخاص غامضة كانت موجودة في موقع الحادث، واللي لحد النهاردة محدش قدر يوصل مين الناس دي او حتى مين اللي ورا عملية الاغتيال. وده اللي بيتكرر تاني في حادثة بروجين بعد ظهور شخصية غامضة عليها علامات استفهام كتيرة، ده غير خرائط مش مفهومة لتحركات قائد مجموعة فاغنر. ورغم ان اللي حصل كان بنسبة 99.9% انتقام من بوتين ردا على تمرد قائد مجموعة فاغنر، لكن برضه موسكو بتعمل تحقيقات مكثفة علشان تكشف كل اسرار الحادث. لكن الغريب والخطير في الموضوع ان بعد قتل بروجين طلع الرئيس فلاديمير بوتين وقال انهم في الكريملين لحد دلوقتي مش قادرين يوصلوا لشبكة الاتصالات المعقدة اللي كان بيستخدمها بروجين وبيدور بيها كل مجموعات فاغنر في كل حتة في العالم. والمفاجأة هي ايه علاقة مصر بمجموعة فاغنر؟ هحكي لك. في البداية خلينا نمسك الخيط من أوله ونراجع شوية معلومات عن مجموعة فاغنر. بس احنا مش هنبتدي الحكاية لا من روسيا ولا من الدول الأفريقية، احنا هنبتدي سطور الحكاية من مصر. فبحسب اللي نقله موقع ديفيد سكورس عن مسؤول حكومي مصري، فتقريبا مفيش اجتماع حصل بين مسؤولين مصريين ومسؤولين أمريكان إلا وكان لازم مجموعة فاغنر تكون على رأس الاجتماعات. وخلال الاجتماعات دي كان الأمريكان بيطلبوا من مصر إنها تمارس ضغوط على حكومة حفتر في ليبيا والبرهان في السودان علشان يطردوا مجموعة فاغنر من ليبيا والسودان. وإن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش تطورات تغلغل فاغنر في ليبيا والسودان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية شهر يناير اللي فات. واللقاء ده حصل في وجود رئيس المخابرات الأمريكية المركزية ويليام بيرنيز وبحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية. طب هنا بقى السؤال، هي ليه أمريكا خايفة من وجود فاغنر في إفريقيا؟ هنا بقى خلينا نحكي بسرعة إزاي فاغنر اتكونت. وخلينا أقول لك إنه على عكس ما يشاع إن يفجيني بروجين هو اللي أسس المجموعة، لأن اللي أسس المجموعة في الأول ضابط مخابرات روسي اسمه أوتكين في 2013، وكانت عبارة عن تحالف بين مجموعة من الشركات الأمنية الروسية. وفي سنة 2014 ظهر اسم يفجيني بروجين كرئيس للمجموعة، واتفتح ليها مقر في مدينة سان بطرسبرغ اللي هي نفس المدينة اللي اتولد فيها بروجين سنة 61. وفي فترة شباب بروجين دخل السجن لمدة 9 سنين بسبب جرائم مختلفة منها السرقة وتجارة المخدرات. وبعد ما خرج بروجين من السجن فتح كشك وباع فيه سندوتشات السوسيس، لكن غالبا الكشك ده كان ستارة لأعمال غير مشروعة مرتبطة بالمافيا الروسية. وبعد أقل من 2 سنين فتح بروجين مطعم فاخر جدا، وبسرعة المطعم اتحول لواحد من أشهر المطاعم اللي موجودة في روسيا كلها، لدرجة ان الرئيس بوتين عزم رئيس الوزراء الياباني يوشيري موري في مطعم بروجين، والكلام ده حصل سنة 2001. ومن هنا بقى بروجين هو المشرف على كل الحفلات الرئاسية وحفلات الكريملين وحتى حفلات عيد ميلاد بوتين اللي بقى الصديق المقرب لبروجين. وعلشان كده وكالة أسوشيتد بيرس أطلقت على بروجين لقب طباخ الرئيس. في الفترة دي قدر بروجين إنه ياخد عقود توريد أغذية للمدارس والجامعات الروسية، ده غير إنه كان مسؤول عن مشروع سري اسمه المزرعة الروسية، وده كان مشروع لإدارة أكتر من 120 هاكر بتستخدمهم الحكومة الروسية في اختراق بيانات أشخاص في روسيا أو في العالم كله. وفي الفترة ما بين 2008 لحد 2012 اتحول بروجين لواحد من أغنى أغنياء روسيا، وبقى عنده طيارة خاصة ومجموعة قصور ويخت فخم جدا، ووصل لدرجة إن وسائل الإعلام في روسيا بقت بتتكلم عنه إن الخليفة المنتظر لبوتين. مع بداية شركة فاغنر في 2014 بدأ بروجين يحول المجموعة لإمبراطورية خاصة، وده من خلال شبكة اتصالات معقدة جدا، خصوصا مع انتشار مجموعة فاغنر في أكتر من دولة حوالين العالم زي سوريا والعراق وليبيا والسودان، بالإضافة لأكتر من 7 دول إفريقية تانية زي سيراليون ووسط إفريقيا وتشاد ومالي وغيرهم. ده غير وجود مجموعات من فاغنر
في دول أمريكا اللاتينية. وشبكة الاتصالات دي كانت على درجة كبيرة من التعقيد، لدرجة إنه بعد قتل بروجين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح وقال إن في مشكلة كبيرة بتواجه الإدارة الروسية في فهم الاتصالات دي. أما بقى عن دور مجموعة فاغنر في إفريقيا فدي محتاجة حلقة لوحدها، لكن خليني أقول لك إن فاغنر دخلت إفريقيا من بوابة التنقيب عن المعادن، وبقت بتسيطر على تجارة الذهب في السودان بشكل كامل. لكن من ناحية تانية ففاغنر عندها CV مرعب من العدوانية والجرائم اللا إنسانية في كتير من مناطق العالم، وفي اتهامات كتير جدا لمجموعة فاغنر لأنها قامت بمجازر وعمليات تهجير قسري لمدنيين في دول إفريقيا، وده علشان يتم السيطرة على مناجم الذهب والماس في إفريقيا. وفي 2008 لما زادت قوائم الاتهامات لفاغنر واتهامات للحكومة الروسية بأن هي المسؤولة عن المذابح اللي نفذتها المجموعة، خرج الرئيس الروسي ونفى أي علاقة للحكومة الروسية بمجموعة فاغنر، وقال بوتين إن شركة فاغنر شركة زيها زي أي شركة شغالة في مجال استخراج الموارد الطبيعية في مناطق مختلفة في العالم. وفي سنة 2019 حاول مجموعة من الصحفيين المستقلين إنهم يعملوا تحقيق استقصائي عن مجموعة فاغنر في وسط إفريقيا، بس هم اختفوا تماما واتقطعت أخبارهم ومحدش يعرف مصيرهم إيه. في الوقت ده خرج بروجين وعمل مؤتمر صحفي ضخم وقال فيه إن شركة فاغنر شركة مالتي ناشونال، وإنه بيشتغل فيها عدد كبير من العسكريين الغربيين وعلى رأسهم 3 جنرالات سابقين في البحرية الأمريكية، ده غير مجموعة من ضباط سابقين في الناتو ومن دول زي فنلندا والنرويج وبريطانيا. ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية زاد ظهور اسم مجموعة فاغنر في وسائل الإعلام الغربية، خاصة مع ظهور بروجين في فيديو شهير اتصور جوه حوش واحد من السجون الروسية وهو بيدعو المساجين للتطوع في الجبهة الأوكرانية لمدة 6 شهور نظير العفو عن جرائمهم. ومع دخول قوات فاغنر لساحة الحرب انتشرت فيديوهات كتير بتظهر الوحشية الشديدة لجنود فاغنر. ففي واحد من الفيديوهات دي ظهر 4 من جنود فاغنر وهم شايلين مفاتيح الإنجليزي الضخمة وبيحطموا بيها دماغ الجنود الأسرى الأوكرانيين. لكن من ناحية تانية الحرب دي كانت المسمار الأول في نعش بروجين، لأنه مع كل انتصار لمجموعة فاغنر كان بيطلع بروجين بتصريحات بيهاجم فيها كبار المسؤولين الروس، ده غير انه اتهم كبار قادة الجيش الروسي بانهم مجموعة من المخنثين والمثليين وانهم بيمنعوا الامدادات اللازمة عن مجموعة فاغنر، ده غير انه اتهم سيرجي شوياجو وزير الدفاع الروسي بانه راجل جاهل وما عندوش اي خبرة عسكرية وانه هو السبب في اي خسائر حصلت للقوات الروسية في الحرب الأوكرانية، ده غير إن أي انتصار كان بيحصل على الجبهة الأوكرانية كان بروجين بيظهر وبينسبه لنفسه. ومن هنا حلم بوتين بإن فاغنر هتكون رأس الحربة للجيش الروسي في أي حتة في العالم اتحول وبقى كابوس لروسيا كلها بسبب أطماع بروجين في الزعامة. وفي يوم 23 يونيو اللي فات اتهم بروجين وزارة الدفاع الروسية بإنها قصفت مواقع لقوات فاغنر وأعلن التمرد على الجيش الروسي، وفعلا أمر بروجين قادة مجموعة فاغنر بأنهم ينسحبوا من الجبهة الأوكرانية ويبدأوا الزحف في اتجاه موسكو. وخلال الزحف في اتجاه موسكو قدرت قوات فاغنر ان هي تقتل اكتر من 40 جندي روسي، ده غير 26 اسير كان معظمهم من الطيارين الروس، وما كانش في اي مقاومة من الجيش الروسي لمقاتلي فاغنر، لكن قدرت قوات الهليكوبتر الهجومية الروسية توقف مسيرة الزحف بتاعة مجموعات فاغنر. لكن بعد يومين من التمرد حصلت وساطة من جانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، واللي قدر يقنع بروجين بانه يوقف الزحف في اتجاه العاصمة ويسحب كل قواته من المدن اللي دخلها مقابل مجموعة من الضمانات الأمنية. وفعلا قبل بروجين وصدق في التعهدات بأن بوتين مش هيلحق ولا هيحاول يغتاله، وبدأ انسحاب فاغنر من المدن الروسية اللي كانت تحت سيطرتهم زي مدينة روستوف. ورغم تعهدات بوتين بأنه هيسيب بروجين في حاله، لكن محدش كان مصدق حاجة من التعهدات دي على مستوى العالم، وده لسبب بسيط جدا، وهو ان الصورة المرسومة لبوتين على مستوى العالم كله بتوصفه بانه الرجل القوي اللي حاكم كل اللي حواليه بالحديد والنار، وان مفيش حد يقدر يهز الصورة دي. لكن تمرد فاغنر لغى الصورة دي بالكامل، علشان كده كان طبيعي ان بوتين ما ينفذش اي حاجة من التعهدات دي وينتقم من بروجين. وفعلا يوم الاربع اللي فات نشرت كل المواقع خبر بيقول ان كان في طيارة خاصة متجهة من موسكو لسان بطرسبرغ انفجرت في الجو ومات كل اللي عليها، وكانوا 10 أشخاص أهمهم بروجين.
ورغم ان في غموض شديد جدا حوالين الحادث الا ان في 4 سيناريوهات محتملين للتفكير. الاول انه تم اسقاط الطياره من خلال نيران الدفاع الجوي الروسي وتحديدا صاروخين من طراز S-300. والسيناريو الثاني ان يكون تم زرع عبوه ناسفه في كابينة القيادة على الطيارة. والسيناريو الثالث ان يكون تم زرع عبوة ناسفة في غرفة من غرف عجلات الطيارة. والسيناريو الرابع والأخير هو وجود عطل فني على الطيارة، خاصة إن الرحلة دي كانت أول رحلة تعملها بعد عملية صيانة استمرت ل10 أيام. لكن على الرغم من إن في بعض المشككين إن بيروجين تم اغتياله، لكن مش ده السؤال الأهم دلوقتي، لأن تقريبا مفيش صحيفة على مستوى العالم ما سألتش هو إيه مصير مجموعة فاغنر بعد اغتيال بيروجين. فبحسب جريدة الجارديان الإنجليزية فعملية انتقام بوتين من حليفه السابق كانت عملية متوقعة. وبتقول الجارديان ان ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية صرح في منتدى أسبن للأمن واللي كان معمول في شهر 7 اللي فات ان الرئيس الروسي هينتقم من بيروجين في أقرب فرصة بعد ما يكون عمل الترتيبات اللازمة لعملية تشغيل مجموعة فاغنر واللي تم تقليص دورها بالكامل في الجبهة الأوكرانية بعد عملية التمرد. وبتكشف الجارديان ان بيروجين حاول يقنع بوتين برعاية بيلاروسيا انه يقنع الكريملين انه يروح افريقيا عشان يكمل المشاريع الخاصة بالمجموعة، لكنه ما خدش اجابة حاسمة لا بالقبول ولا بالرفض، مجرد رد ان الكريملين هيدرس طلبه. وبحسب تقرير استخباراتي لحلف الناتو ففئات المقاتلين اللي راحوا قواعد بيلاروسيا اختفوا بعد كام يوم ولسه مصيرهم مجهول لحد دلوقتي، لكن تم رصد هروب اكتر من 500 مقاتل لغرب افريقيا. وهنا في كلام ان هم خدوا تعليمات من بوتين ان هم يتوجهوا على الحدود الغربية للنيجر، لكن لحد دلوقتي مش معروف دورهم هيكون ايه في النيجر بالظبط. لكن برضه لسه في كلام عن التدخل الروسي في النيجر علشان مناجم اليورانيوم، خصوصا ان النيجر عندها انقلاب عسكري وبتعيش مشاكل كبيرة مع فرنسا، وده هنعمل عنه حلقة مخصوص. لكن من ناحية تانية التقرير بيقول ان في 25% من قوة فاغنر هربت في افريقيا لأماكن مش معروفة لحد دلوقتي من بعد التمرد. وهنا يظهر تحليل لواحد من كبار المحللين العسكريين الانجليز وهو المارشال شون بيل، واللي بيقول ان مجموعة فاغنر بدون بيروجين ملهاش اي قيمة، لان بيروجين كان صاحب قرارات جريئة ومجنونة وما كانش اي حد يقدر ياخدها. وبيدلل على كلامه وبيقول ان بيروجين في بداية التمرد ادى اوامر باسقاط طيارتين هليكوبتر تابعين للجيش الروسي، ده غير ان ادى امر بذبح 15 ضابط طيار من القوات الجوية الروسية. ودي قرارات ممكن اعداء روسيا نفسهم يخافوا ياخدوها خوفا من انتقام بوتين. وعلشان نوعية القرارات دي فمستحيل موسكو تلاقي واحد تاني زي بيروجين ويكون ليه نفس الولاء القديم للرئيس الروسي. اما BBC فبتقول انه برغم تعهد الرئيس بوتين بعدم تصفية الخونة، لكن رد فعل بيروجين كان عليه 1000 علامة استفهام، لانه من بعد نهاية التمرد بيروجين كان بيسافر بحرية تامة ما بين موسكو وسان بطرسبرغ. ده عمل قمة أفريقية روسية واستضافها في فندقه اللي بيملكه في سان بطرسبرغ، والقمة دي كانت بتمهد لبناء إمبراطورية جديدة لفاغنر في أفريقيا. فبحسب سكاي نيوز في يوم الجمعة اللي كان سابق عملية إسقاط طيارة بيروجين كان في زيارة لقائد مجموعة فاغنر لجمهورية أفريقيا الوسطى، وقابل بيروجين رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى أوستين أركينج، وبلغوا ان برغم فشل التمرد في روسيا لكن ده مش هيكون له اي تأثير على زيادة اعداد قوات فاغنر في دولة وسط افريقيا. وتعهد بيروجين بمضاعفة استثمارات المجموعة هناك. ولما رجع بيروجين من افريقيا قابل 5 اشخاص من قيادات مجموعة الدعم السريع السودانية زودت الاحتقان عند بوتين. ده غير ان بيروجين بدأ عمليات نقل ضخمة لكميات ذهب واموال من اصوله، ومحدش عارف لحد دلوقتي مصير الثروة دي هيكون ايه. وطبعا كل التصرفات دي خلت بوتين شكله وحش قدام النخبة الروسية وكأنه راجل ضعيف مش قادر ياخد اي رد فعل. لكن برضه مهم اننا نعرف ان التحدي الكبير اللي دخل فيه بيروجين قدام القيصر الروسي زرع بذور الشقاق جوه الجيش الروسي، خصوصا وان كان في قطاعات كبيرة جوه الجيش الروسي عندها تعاطف مع قائد مجموعة فاغنر وشافوا ان ضحية فساد النخبة في موسكو. لكن الكلام ده مش حقيقي لحد بعيد، خصوصا ان بيروجين اللي بدأ حياته السياسية من 12 ولا 15 سنة وما كانش يمتلك قبلها غير عربية سندوتشات قدر يكون ثروة ضخمة جدا فيها يخت بطول 70 متر، ده غير طيارة خاصة وثروة من الأموال السائلة تقدر ب1.5 مليار دولار بالإضافة ل2 مليار جنيه استرليني. ده غير إن بيروجين كان واخد
عقود امداد وتموين من الجيش الروسي تقدر ب 2 مليار دولار. ده غير سلاسل المدارس ورياض الاطفال والمنشآت التعليميه اللي استثماراتها بتقدر ب 3 مليار دولار. وبتقول صحيفه الفاينانشال تايمز ان برجوجين استفاد من الموارد الطبيعيه للدول الافريقيه، ووصل مجموع ارباحه قبل اندلاع الحرب بحوالي 4 سنين 250 مليون دولار، وان الارقام دي على الاقل اتضاعفت خلال السنوات اللي بعد كده ووصلت ل 2 مليار دولار. وبتكشف الفاينانشال تايمز ان الثروه المحوله لبرجوجين المفروض انها هتكون من نصيب ابن بافل، وده قائد مجموعات فاجنر في سوريا واللي اختفى بعد قتل ابوه، بالاضافه لبنتين بولينا وفيرونيكا، ومعاهم مراته اللي اسمها ليبوف. لكن محدش يقدر يجزم بان اسره برجوجين تقدر توصل لميراثهم في ظل ان بوتين اتهم ابوهم بانه خاين وممكن تتصادر امواله، لانه بعد فشل التمرد قامت قوات الامن الروسيه بتفتيش واحد من قصوره، وهناك قامت بمصادره 600 مليون روبل او بما يعادل 6.5 مليون دولار. ده غير 40 كيلو من سبائك الذهب ومجموعه من الاسلحه اللي كان شايلها في مزرعه الخيول الموجوده جوه القصر. وكانت وسائل اعلام روسيه ذاعت على الهواء عمليه اقتحام قصر برجوجين، واتفتحت صناديق قدام الكاميرات وهي مليانه بالعملات الذهبيه. ده غير الهليكوبتر الخاصه بيه والمنتجع الصحي الداخلي وغرف الساونا. لكن كل اللي فات ده عادي. الاخطر والاغرب انهم لقوا غرفه عمليات مجهزه على اعلى مستوى داخل القصر بتاعه، ومحدش قدر يفسر ايه سبب حرص برجوجين على امتلاك غرفه عمليات خاصه جوه قصره. وبالرغم من ان كل اصابع الاتهام بتشير ان بوتين هو اللي ورا عمليه قتل برجوجين، لكن في مجموعه من الامور الغامضه والغريبه اللي ظهرت اثناء التحقيقات، خصوصا مع التحقيقات اللي بتحصل مع مهندس الصيانه اللي قام بعمليه الصيانه اللي تمت على الطياره قبل الاقلاع مباشره. فبحسب قناه OGPU الروسيه وصحيفه الديلي ميل البريطانيه، فالمهندس سيرجي كتريشلي المسؤول عن عمليه الصيانه الاخيره استبدل جهاز فرامل الهبوط وعينه التوربيني في اللحظات الاخيره قبل اقلاع الطياره. وان كان انفجار الطياره في الجو ملوش علاقه طبعا باجهزه الفرامل، فبرضه محدش سجل اي عمليه تعطيل للمحركات. والغريب ان لحد دلوقتي السلطات الروسيه ما حددتش هل الطياره انفجرت من الداخل للخارج ولا من الخارج للداخل، لان ده اللي هيحسم كتير حوالين الرؤيه ازاي الانفجار حصل. لكن اللغز الاكبر في حادثه الطياره كان في زياره الكسندر يولينا رئيسه شركه طيران روس جيت VIP، ودي كانت زياره غير مبرره على الاطلاق، خصوصا ان مهندس الصيانه سمح لها انها تطلع على الطياره وتعينها تحت دعوى انها عايزه تشتري الطياره، بالرغم من ان هي طياره خاصه وما كانتش معروضه للبيع اصلا. ومن هنا يجي احتمال ضعيف ومثير جدا، هو برجوجين كان على الطياره فعلا ولا كل اللي حصل ده كان مجرد خدعه؟ خلينا نشوف الايام هتقول لنا ايه، ونشوفكم قريب في سطر جديد وحكايات اجدد. لو عجبتك الحلقه دوس لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا على وقتك.